لازم تلقط الفتات هذا مال الخبز، لازم تشيله حبة حبة. إذا تخليه وتقوم يضيق في رزقك. حتى الذي يطيح على السفرة، اليوم الناس تأكل على سفرة نظيفة، ما في بيت يأكل على سفرة مثلا غير لا، اليوم جات بلاستيك وجات. الذي يطيح قدامك ترى هذا نعمة. ما مرة مثلا شفتوا بعض طلبة العلم وكذا بعد ما يخلص يأكل الذي طاح قدامه، تدرون ليش يأكل؟ انتم ما تدرون، ربما الكثير ما يدري. أقول لك ليش. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول له: سيدي أشكو ألما في خاصرتي. سمعوا كثير من يشتكي من خواصره، خصوصا الحريم النساء، دائما تقول خاصرتي تألمني، ما في علاج. هذا الرجل جاء للإمام الصادق يقول له: يا ابن رسول الله أشكو ألما في خاصرتي. قال له: كل ما يسقط من خوانك، اللي يطيح قدامك على السفرة كله، فإنه يوسع في الرزق ويكثر في الولد وينفع لألم الخاصرة. وإحنا شو نسوي فيه؟ نلفه في الكيس وفي السفرة ونقطع. أثاري علاج، وأثاري يوسع في الرزق، وأثاري يكثر الولد.